تجيش انت رايح ترميني في دار والله اعلم فيها ايه، وفي الاخر بعد ما اكبر وكده تيجي تاخدني. لا انا ما استحقكش، انا استحق المكان اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه وكلت فيه. ما فيش اي مبرر يجبر الشخص دوت ان هو يرمي ابنه، لا ظروف ماديه ولا اي حاجه ولا ايا كان. انت هنا بتخاف تغضب ربنا. ان ما فيش ولا ام تتعب في ابنها، او حتى لو ما تعبتش انها ترميه. انت لو هتقعدي تشحتي او هتبيعي اي حاجه عشان خاطر ابنك ده، انت عمرك ما تفكري انك انت ترميه او تسيبيه. انت حتى لو ما رزقكيش باكل او بشرب او باي حاجه، ربنا رزقك برزق حلال ليه، هو ليه بترمي الطفل ده؟ واي حد ما يبخلش بالزياره لهنا ان هو يشوف الاطفال بتفرح قوي لما حد بيجي لهم. لسه مستمرين في دار الطفل اليتيم بهورين، كل عام وانتم طيبين. الاول شهر رمضان، الحسنه بضعف امثالها. تخيلوا بقى ان احتفالات الطفل اليتيم تيجي في شهر رمضان الكريم. يعني مش عايز اقول الخير اللي انت تعمله مضاعفاته قد ايه. لقاء من داخل دار الطفل اليتيم مع الامهات المسؤوله عن الاطفال في الدار. التعامل بيبقى ازاي، نظام الرعايه ازاي، السعاده اللي هم بيلاقوها بعد ما اليوم بيخلص بتكون شكلها ايه. نتعرف عليكي. انا امي بديله صباح طلعت من كفر الليل. انا امي بديله حنان رجب من كفر عليم. الاول كده عايزين نعرف التعامل مع الاطفال بيبدا ازاي، اليوم بيبدا ازاي، بينتهي ازاي معاكي؟ ان شاء الله بنقوم الصبح الساعه 7 كده، بنغير لهم وبنسقهم اللبن، وعلى الساعه 8 كده بنلبسهم ونودوهم الحضانه. بيبقى طبعا ندوم سندوتشات في ايدهم بياكلوها. على الساعه 11 ونص كده ان شاء الله بنروح نجيبهم من الحضانه تاني، وبنيجي نغير لهم وبنأكلهم، بنغير لهم هدومهم وبنشطفهم الاول، وبعد كده بنجيب اكل نأكلهم، وبنمارس معاهم اليوم طول النهار على كده. بنوصل لغايه الساعه 11 والساعه 3 ونص كده بيبقى في كمان وجبه غير الساعه 12 ديت، وبنأكلهم برضو. طبعا لعب بقى معاهم وهزار معاهم، انهم عيالنا بالظبط. احنا بنقعد بيعلمونا كمان احنا بنتعامل مع عيالنا ازاي اساسا. في معانا هنا تمريض بيبقوا مسؤول عننا، هم بيدونا الاكل بتاع الاطفال ان احنا بنأكله لهم، وبيبقوا واقفين معانا واحنا بنأكل كمان. صباح، الموضوع بالنسبه للامهات بديله، امهات ممكن تكون الواحده لسه ما اتجوزتش وخلفت، التعامل بيبقى صعب ولا سهل؟ لا سهل، التعامل معاهم بيبقى سهل، وكمان زي نظام دورة تدريبية كده، وبيهيئك لحياة تانية انت هتدخلها، وهم ما شاء الله يعني هاديين وكده، فالتعامل معاهم سهل قوي. الاطفال دي بتبقى فيها حاجة كده ربانية تخليك تحبيهم. ايوه. في هنا كام طفل انا بحبهم، حتى لما بيبقوا ماشيين بيسلموا اسر بديله او رايحين دار تانية او كده، بيبقى ايوه بيبقى صعب. حنان، الموضوع صعب جدا. طبعا احنا مش هنقول الاطفال ديت ظروفها ايه، ومش هنقول ايه اللي وصلهم لكده، ومش هنقول ربنا يجازي اصحاب او اهاليهم او اللي عملوا فيهم ده او ايا كان ايه. الناس دي قلبها مات يا حنان؟ ايوه طبعا ده قلبها ميت. يعني اللي يرمي طفله دوت وهو عمره يوم او عمره 20 يوم مثلا، يعني انت استحملتي انك انت تعيشيه في بطنك 9 اشهر، ازاي انك انت بترمي عيل من ده؟ يعني ما تعبتيش الشهور دي كلها وجاي ترميه في الاخر. المفروض ان اي ام ما ترميش عيلها خالص. وحتى هو لما بيجي لنا احنا هنا الدار احنا بنبقى خايفين عليه، ولما بيجي يمشي احنا بنبقى حاسين ان احنا بنموت وراه. طب هي بقى تبقى حاسه بايه؟ احساسها ايه؟ هي ميته أصلاً. ولا اساسا لا عندها احساس ولا اي حاجه. كمان هي ما تسماش ام، لان هي ما فيش ام بترمي ابنها. يعني احنا ما نقولش عليها ام، حرام الكلمه دي فيها اصلا. لان هي لو تعرف يعني ايه معنى الامومه وتحس يعني ايه معنى الامومه، لا استحاله ترميه، استحاله. بس بتبقى الناس ديت مغيبه، ايا كان برضو الظروف الاجتماعيه، الظروف المعيشيه، اي ظروف تمر بيها الواحد توصل انه يعمل ده. مفيش اصلا اي حاجه واي سبب يجبر الام ترمي ابنها، استحاله. ده اصلا ده بيقول لك العيل بيجي برزقه، انت تروحي ترميه بتاع ايه؟ وغير كده وكده انت بترميه، يعني انت لا عندك دين ولا عندك رحمه ولا عندك قلب ولا عندك اي حاجه، وما نتعاملش معاهم. الموضوع بيقولوا اللي عنده عيلين بيحتاس فيهم،
ما بالكم انتوا عندكم فوق ال 37 تقريبا. ايوه كل اوضه فيها 4 احنا قاعدين بيهم. يعني انا كأم قاعده ب4 اطفال، معايا اللي بيرضع ومعايا اللي بياكل ومعايا لسه اللي بيحبي، بتعامل معاهم. ايوه مش بحس ان هم بيتعبوني نهائي خالص. يعني العيل في الطفل مع امه بيقول ده بتغلبني والكلام من ده، احنا ما حسيناش بكده، مش حاسين ان هم بيتعبونا نهائي. صباح لو احنا اشتغلنا في المكان ده كأم او اشتغلت كأم هنا وخدتها كشغلانه ما تكمليش، بس عشان انت حابه الموضوع واخداها كأم الموضوع حلو بالنسبه لي. الموضوع حلو وبجانب الثواب اللي احنا بناخده، وغير ان ربنا بيسهل لنا علينا في امور حياتنا حاجات كتيره قوي. عارف انت لما يبقى في بركه في حياتك اي موضوع بتطلع منه سبحان الله ربنا بيوقف على طول. وحتى لو تحس انك تعبان لا انت ممكن تهرب من مشاكلك وحياتك الوحشه هنا. انت عارف بس الاول ان انت تبص في وش طفل ده بالبراءه بتاعته بالمعاناه اللي كان فيها ديت، انت هموم الدنيا ممكن تروح منك. ايوه طبعا كفايه المسح على شعر العيل كده. يعني الرسول بيقول لك انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. يعني تخيل بقى انت قاعد معاهم ال 24 ساعه بتراعيهم بتربيهم الكلام ده، فانت حاسس ان انت يعني احساس الامومه انت زرع جواك وانت اصلا مش ايوه. يعني الواحد والله لو يفكر يخلد عمره كله للاطفال دي. طب مش امهم، انا عايزه بس يعني التجرد او وصلتوا للمشاعر القاسيه دي ازاي؟ زي ما قالت صباح يا حنان ما ينفعش ينقال عليها ام. طبعا ما ينفعش عليها ام خالص. احنا يعني لسه ما بقاش امهات وبنتعامل معاهم كده. هي ليه ترميه اساسا؟ لا تعبت فيه ولا كلام من ده خالص. احنا يعتبر ان هم جايين لنا خالص اهوتي عايشين معانا، احنا اللي بنربيهم وبناكلهم وبنلبسهم وكل حاجه، وحاسين بيهم بيتهيألي اكتر منها هي، لان هي لو حاسه بيهم مش هترميهم. صباح بيبقى في بعض الاسر جايبين الطفل هنا او الطفل جه وهم عارفين هو راح فين ويراقبوه في مراحل حياته. لما يكبر الطفل ده يقول لك ده ابننا ويجوا ياخدوه تاني. معلش انت رايح ترميني في دار والله اعلم فيها ايه، وفي الاخر بعد ما اكبر وكده تيجي تاخدني؟ لا انا ما استحقكش. انا استحق المكان اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه وكلت فيه واتطبطب عليا فيه. يعني بقى حاجات تانية ايا كان الحاله ايه وانا قلت لك في البدايه مفيش اي مبرر يجبر الشخص دوت ان هو يرمي ابنه، لا ظروف ماديه ولا اي حاجه ولا ايا كان. معلش ما في اسر تانية بتبقى جايبه بال4 وال8 وكده وقاعدين وبيبقى حالتهم، بس ربنا اللي بيرزق انت فاهمني. بس الناس بتتمنى ضفر طفل. ايوه اكيد. بص يعني شوف انا بشوف ناس بتلف على دكاتره وتدفع فلوس وعمليات والله العظيم بيصعبوا عليا قوي عشان ضفر عيل. تخيل بقى هنا بيبقوا جايبينهم كده وربنا كرمهم يرموا العيال كده. انت هو ايه ده؟ ايه الجحود اللي احنا وصلنا له ده؟ احنا بقينا في زمن والله العظيم وحش قوي. بعد عن ربنا احنا. ايوه طبعا يعني الحمد لله بنحمد ربنا على اللي احنا فيه طبعا. وثانيا الاطفال ديت المعامله معاها بتبقى كرم من عند ربنا لينا وليهم كمان، فبنتعامل دايما في الخير الحمد لله. صباح انت كنت بتقولي كل حاجه بتيجي برزقها. لو احنا بصينا لها كشغل هنا من الناحيه الماديه نقول بناقصها، انما عشان انت حابه الموضوع وبتيجي برزقها وربنا بيعوضها بره فالموضوع كويس. لا واقول لك على حاجه حتى ايوه والاجر فيه بركه. يعني حتى الاجر يعني لو كان قليل قوي بيبقى فيه بركه. تمام. وامور حياتك بتبقى فيها بركه، كل خطوه في حياتك فيها بركه. انا لو في مشكله وبدعي ربنا يا رب وفقني عشان خاطر الطفل ده والله بيوفق. يا رب خرجني مثلا من المشكله دي عشان انا راعيت الطفل ده بيخرجني. الحل بيجي لوحده. الله يبارك لك. الحل بيجي لوحده. بس حنان احنا ناخدها من باب حتى كمان كل حاجه لها صدقه وزكاه، ممكن نعتبر ان دي صدقه وزكاه الجسم بتاعنا. ايوه دي احنا طبعا نحس ان هي صدقه ورزق من عند ربنا بيجي لنا. احنا لما بنربي عيل الرزق بيجي لوحده. الخير بيجي لنا لوحده، ما بنستناش ولا بنروح نقول ندور عليه ولا الكلام من ده. هم بصراحه تعاملنا احنا معاهم الرزق بيجي من وراهم مش احنا اللي بنجيبه. والطفل دوت عندنا بكل حاجه في الدنيا. اكتر طفل صعب عليك هو ماشي كتير طبعا؟ كتير. انا بقالي في الدار هنا بقالي 17 سنه 18 سنه في الدار موجوده هنا فيهم. اول طوبه حطها تقريبا. ايوه بقالي 18 سنه موجوده في الدار. يعني بيتهيألي من اول ما الدار من ساعه ما اتفتحت وانا كل اللي مروا عليا بيمشوا، يعني اللي بربيهم وبيمشوا. انا بيتهيألي ما عادش فيا حاجه ان انا اعيش لحد تاني اربيه. ربنا يخليك.
صباح الموضوع انت قلت كلمه جميله جدا، بروفا لتربيه عيالنا. وده اشق بروفا، يعني تربيه عيالنا تبقى سهله. بص هقول لك، انت هنا بتخاف تغضب ربنا، بتخاف مثلا تكشر في وش عيل او كده عشان تحس ان ربنا يعني خلاص انت مش قد المسؤوليه ما تشيلهاش، انت فاهمني. وكمان انت غير كده وكده، ده ربنا بيحبك عشان اشتغلت في المكان ده، ربنا بيحبك عشان انت ايوه طبعا، اللي ربنا بيختاره بيشغله في دار ايتام وبيراعي طفل. مكسب دنيا واخره، مكسب دنيا واخره وبركه في حياتك، ده غير الحسنات اللي انت بتاخدها وانت مش عالم بيها. انا ممكن لو عيل صاحب الليل تعبان وانا مشيت بيه ولا طبطبت عليه وكده، انا ممكن اشوفها بالنسبه لي بسيطه، بس عند ربنا حاجه كبيره قوي، انت فاهمني. مثلا طفل كفايه اصلا العيل يجري عليا كده ماما ويحضني، ده احساس جميل عظيم بالظبط. لو حبينا نقول رساله للناس العاديين، مش الناس اللي هم بيسيبوا عيالهم دول، يعاملوا عيالهم ازاي؟ خلينا بس هنقول حاجه حنان، نقول حاجه يا صباح، ان الناس بقت بتربطها للاسف دلوقتي بالحاله الماديه، الظروف وحشه والمعيشه مش صدقوني يا جماعه مش حاله ماديه، هي رضا. في ناس ما معاهاش بس عايشه سعيده جدا، وناس معاها وعايشه مخنوقه جدا زي ما بيقولوا. الموضوع موضوع رضا في الاول وفي الاخر. انا لو رضيت هحس ان كل حاجه حواليا حلوه، ولو كان يعني انا مش شايفه ان الناس اللي بترتبط كل حاجه بالحاله الماديه ان ده حل، لا بالعكس، انت كده بتصعب عليك امور حياتك. انا لو خدتها بنظره الحمد لله يا رب ورضيت، والله العظيم لربنا هيرزقني وهيكرمني اما كنت انا عايز. بس اهم حاجه انا ارضى، بس ارضى من قلبي، مش اقول الحمد لله وخلاص، لا ارضى من قلبي. لا مش شكليا، وعيلي مثلا معايا 2 أو 3 اقعد اقول لا ده المسؤوليه كترت ولا حاجه غليت، لا الحمد لله يا رب. صباح انا عايز اسالك سؤال، بس انت متاثره بالكلام قوي لدرجه، شوفوا انتم ممكن بعض الحالات تاثر فينا لغايه فين. مش هتكلم بقى وارجع اقول تاني، الناس قلبها مات، بس ربنا بعت لهم اللي احسن منكم. تمام. يعني انا كواحده، انا لما اشتغلت في الدار هنا انا متجوزه، بس وقت وجودي كله في الدار مع الاطفال هنا، حتى لو انا مش شغاله برضو باجي اقعد في وسطهم هنا، لاني انا بقى هم حته مني بالظبط. انا بشيلهم بربيهم، متهيألي ان انا ممكن بخاف على عيلي لو هو تعبان او جراله حاجه او كلام من ده، بحس ان انا مش خايفه عليه زي ما خايفه على العيل اللي هو معايا في الدار ده. عيالي نفسهم بيبقوا حابين ان هم يتنوهم في الدار ال 24 ساعه، ما همش عايزين يروحوا نهائيا. انا مقيمه معاهم، حباهم بكل حاجه فيهم، كانوا حتى شويه بيضحكوا شويه بيلعبوا شويه، اتعودت على كل حاجه فيهم، حتى لو كنا جديد. لو جالنا جديد برضو يعني جاي لنا اطفال احنا اول مره بنشوفها بنحس ان هم مننا احنا، مش اللي قاعدين معاهم وبس. صباح ممكن في يوم من الايام لما تخلفي بجد المعامله تبقى لدول احسن من عيالك، ولا بمعنى ايه؟ احنا بنقول دول ولادك، تمام، دول لهم حاله استثنائيه، زي ما انت بتقول حالا ببقى ببص فيهم بضحك وببقى بحس، انت فاهمه؟ بص هقول لحضرتك، هو ابني بحضنه وده واخد يعني رعايه من اللي حواليه كله، جده سته الشارع كده، ده بقى ما ينفعش ان انا اثر فيه، حاله استثنائيه انا هبخل ليه عليه، انت فاهمني؟ لازم انا اعامله احسن. بس حنان رساله في الاخر نقولها لمين ونقول للناس ايه؟ نقول للامهات دايما ان مفيش ولا ام تتعب في ابنها، او حتى لو ما تعبتش انها ترميه. انت لو هتقعدي تشحتي او هتبيعي اي حاجه عشان خاطر ابنك ده، انت عمرك ما تفكري انك انت ترميه او تسيبيه. لا اب ولا ام ان هم يعملوا اي حاجه زي كده خالص. الام دي جنه، الاطفال دي جنه من عند ربنا، هم باعتينها لك، ربنا بعتها لك من فوق، ليه بترميها؟ ليه؟ ما ينفعش انك انت اصلا ترمي حاجه زي كده. ده طفل من عند ربنا، بيجي ربنا بيرزقك بيه. انت حتى لو ما رزقكيش باكل او بشرب او باي حاجه، ربنا رزقك برزق حلال ليه هو، ليه بترمي الطفل ده؟ انا بندم لاي يعني بدي رساله لكل ام ان هي لا ترمي طفل وتحافظ عليه كويسه، ان هو يبقى حته منها، مش ان هي اجيب وارمي وخلاص. صباح لو حبينا ننهي في النهايه نقول رساله لمين ونقول فيها ايه؟ انا اقول رساله لكل حد شايفنا دلوقتي، ان لو بايدك تساعد اي طفل من هنا باي حاجه ما تبخلش، ولو بدعوه، فاهمني؟ واي حد ما يبخلش بزياره لهنا، ان هو يشوف الاطفال بتفرح قوي لما حد بيجي لهم، واتمنى دايما يا رب يا رب ان انا اشوف الاطفال هنا في احسن حال. رسائل مش كلام، تعال شوف هتلاقي رساله وصلتك على طول.
انا مش قادر اتكلم بعد كلام حنان وصباح بصراحه ربنا، لان الكلام بتاعهم مش مصطنع، لانه كلام طالع من القلب. انا هخلص على كده، يا رب نكون اسعدناكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.